فيودور دوستويفسكي هو الكاتب المفضل ديالي. هذا الامر غيكون باين الا كنتي كتعرفني غير شويه من خلال الفيديو اللي درت عليه اولا، وثانيا حيت هو اكثر كاتب قريت له الاعمال ديالو، تقريبا 15 روايه وقصه. المهم اليوم قلت علاش لا ما نديرش ترتيب شخصي لاشهر الكتب والقصص ديالو بحال شي تير ليست، نشوفوا شنو هي افضل الاعمال اللي كتب بالنسبه ليا وشنو هي اللي ناقصه. وطبعا التقييم كيكون من 6 ل 10 حيت كما كتعرفوا ما يمكنش يكون شي عمل ديال العظيم دوستويفسكي خايب. خلونا نبداو. أول رواية عندنا هي رواية الفقراء ولا البور فولك. هذه أول رواية كتبها دوستويفسكي وهي اللي خلاتو مشهور في الأوساط الأدبية ديال سانت بيترسبورغ في ذاك الوقت. الرواية خرجت في عام 1846 وكتحكي على واحد جوج الناس عايشين في واحد الحالة فقيرة بزاف، وهي مكتوبة على شكل رسائل متبادلة بين جوج الشخصيات. الشخصية الأولى سميتو دوفشكين اللي واحد الموظف بسيط وفقير، والثانية اللي هي فرفارة اللي واحد الشابة عايشة هي في شي ظروف مالية صعيبة. والعلاقة اللي كاينة بينهم هي أن دوفشكين كيبغي فرفارة بواحد الطريقه خجوله ومحتشمه، ماشي شي حب درامي ولا عاطفي ولا مبالغ فيه، ولكن واحد الحب اللي نقدر نقولوا صادق. المشكل انه ما يقدرش يكون معها، ماشي حيت ما كتبادلوش نفس المشاعر، بل لانه فقير. بل اكثر من هذا الشيء كيزيد يولي فقير وكيفقر راسو غير باش يشري لها الهدايا ويحاول يرضيها، وكيضحي باخر ما عنده من استقرار المادي بسبب هذا الحب. والناس اللي قراو الروايه كيعرفوا انها في الاخير كتسالي بهذا الشكل المأساوي، فاش فرفاره كتزوج برجل اخر اللي عنده الفلوس كثر من دوفشكين، وهذا الرجل يقدر يوفر لها حياه مريحه ماديا. اما دوفشكين فكيتدمر نفسيا بشكل كامل حيت خسر المراه اللي كيبغي، واسوأ انه مقتنع ان الزواج ديالها غادي يخليها تعيسه رغم انها في حاله ماديه مرتاحه. بالنسبه لي روايه الفقراء روايه زوينه، ماشي افضل اعمال دوستويفسكي، ولكن مهمه باش تشوف فاش بدات الافكار ديالو كتطور. التقييم ديالها هو 8 على 10. من بعد هذه الروايه كان روايه الشبيه ولا المزدوج ولا الدبل. هذه ثاني روايه كتبها دوستويفسكي مباشره من بعد النجاح ديال روايه الفقراء، وهذه الروايه بالضبط ما عجبتش الناس مقارنه بالروايه الاولى. الاحداث ديال هذا العمل كتدور على واحد الموظف بسيط في الاداره سميتو غولياكتين، اللي هو واحد الشخصيه عنده قلق كبير بزاف من البلاصه ديالو في المجتمع وكيفاش الناس كيشوفوه. وفي يوم من الايام كيكتشف انه كاين واحد الشخص كيشبه ليه في كل حاجه، غير هو الشخص حسن منه في كل شيء، اكثر نجاحا، اكثر ثقه، واكثر قبولا في وسط الناس، وحتى خدام معاه في البلاصه اللي خدام فيها. الفكره ممكن تبان غريبه شويه، بحال الا كاين نسخه ديالك في نفس البلاصه اللي انت خدام فيها كتشبه لك في كل شيء، غير هي احسن منك في اي حاجه. بعض الناس كيقولوا ان هذا الشبيه هو الرمز ديال المجتمع البيروقراطي الروسي، حيث كانوا الناس كيبانوا بحال شي آلات قابله للتغيير بلا ما تكون عندهم قيمه فرديه واضحه. ولكن الروايه فيها واحد الجانب مضحك وغريب شويه، وكتبان فيها التأثير ديال بدايات الادب الخيالي عند دوستويفسكي. بالنسبه لي هذا اضعف عمل قريته لدوستويفسكي، ماشي لانه خايب ولكن لانه مازال ما وصلش للنضج ديال الاعمال اللاحقه. التقييم ديالي 6. من بعد هذه كاينه روايه مهمه بزاف اللي هي روايه الليالي البيضاء الوايت نايتس. هذه الروايه مختلفه بزاف على كاع اللي قبل منها، حيت هي قصه رومانسيه قصيره كتحكي على واحد الشاب ما عنده السميه اللي هو اللي كيروي لنا الاحداث كيتمشى في الليالي ديال سان بيترسبورغ البيضاء، وكيصادف بنت سميتها ناستينكا اللي كانت كتسنى الحبيب ديالها اللي واعده انه يرجع وما رجعش. هذا الشاب كيبدا يعاونها نفسيا وشويه بشويه كيطيح في الحب ديالها، ولكن هو في عقله كيبني قصه كبيره وكيتخيل انهم غادي يكونوا مع بعض. في الاخير الحبيب ديالها غادي يرجع وهي كتختارو وتمشي معاه، والشاب كيبقى محطم نفسيا ولكن رغم كاع داك الالم ديالو كيتمنى ليهم السعاده. هاد النهايه ديال الروايه خلاتها حزينه بزاف ولكن ماشي قاسيه، حيت الراوي ما كيتحولش لذاك الشخص الحاقد بل كيبقى انساني وحالم. كثير من الناس شافوها مجرد قصه حب عاديه، ولكن الحقيقه انها كتتكلم على الوهم، كيفاش الانسان كيصنع القصص في عقله باش يعطي معنى لحياته. بالنسبه لي كنعتبرها واحده من اعظم الاعمال العاطفيه اللي قريت في حياتي، والتقييم ديالها هو 10 على 10. من بعد الليالي البيضاء كاين وحده من اقوى الاعمال ديال دوستويفسكي، بيت الاموات او مذكرات بيت الاموات The House of the Dead. هذا الكتاب مختلف على كاع الروايات الاخرى حيت ماشي روايه خياليه صرفه، بل هي شبه مذكرات مبنيه على التجربه اللي دوزها دوستويفسكي في الفتره ديال الحبس اللي دوزها في سيبيريا. القصه كتدور على حياه السجناء داخل السجن في ديك الظروف الصعبه ديال روسيا القيصريه. دوستويفسكي هنايا كيعرض لنا يومياتهم، صراعاتهم، العنف والفقر واللحظات الانسانيه
الإنسانية وسط داك الجحيم. السجن كان فيه مضاربات وصراعات بين السجناء وإهانات مستمرة، ورغم ذلك كان كيبان كل سجين عنده قصة إنسانية معقدة. أهم حاجة في هذا العمل هو أن دوستويفسكي ما كانش كيشوف السجناء كوحوش، بل شافهم كبشر وعندهم دوافع، عندهم آلام في الصور ديالهم، وعندهم طفولة خايبة وتجارب خلاتهم يوصلوا لهذه الحالة. حتى في وسط داك العنف كاينين لحظات صغيرة ديال الرحمة والإيمان، خصوصا في المشاهد الدينية ديالهم اللي أثرت بزاف على دوستويفسكي. هاد التجربة خلات دوستويفسكي يآمن بفكرة أن الإنسان ماشي غير عقل، بل حتى هو روح وعواطف، وخصنا نديرو هادشي كامل في الحسبان إلا بغينا نفهموه. طبعا هاد الرواية عندها قيمة كبيرة حيت كتعطيك فهم حقيقي لكيفاش شاف دوستويفسكي الحياة في ديك المرحلة بالضبط، وكيشرح علاش ولا كيهتم بزاف بالمعاناة الإنسانية والدين. التقييم ديالها 9/10. من بعد كاينه روايه المقامر. هاد الروايه كانت شخصيه بزاف لدوستويفسكي حيت كتبها باش يسدد الديون ديالو ديال القمر. كتحكي على الشاب اللي سميتو اليكسي اللي خدام كمعلم اللي كيدخل في واحد الادمان ديال القمر، وفي البدايه كيبدا يربح وكيحس بالقوه والسيطره، ولكن من بعد كيولي كلشي مربوط بالحظ والمخاطره. حتى الحب في هاد الروايه كان مربوط بالفلوس والمكانه، حيت اليكسي غادي يبغي وحده ويحس انه خاصو يربح الفلوس باش يستاهلها، ولكن مع مرور الوقت كيتحول القمر من وسيله انه يدخل الفلوس الى ادمان، وكيولي الهدف ديالو في الحياه هو انه غير يقمر. الروايه كتبين كيفاش الفلوس تقدر تسيطر على الانسان وتحوله لعبد ديال الرغبه والربح السريع. ماشي من اقوى اعمال دوستويفسكي، ولكن فيها شويه العمق النفسي اللي نقدروا نقولوا مهم بزاف. التقييم ديالي 7. من بعد كاينه روايه قصيره لكن واعره بزاف، دميكوان ولا المراه الوديعه ولا الروح الوديعه. هاد القصه كتحكي على واحد الرجل كانت عنده عقد نفسيه كبيره، بسبب هاد العقد كيحاول يسيطر على الزوجه ديالو بطريقه مرضيه ومؤذيه، وكيبغي يفرض السيطره الكامله عليها، ولكن مع الوقت العلاقه كتحول لكارثه نفسيه عليه. القصه كلها كيسردها لنا الرجل من وجهه النظر ديالو، وهذا الشيء مهم حيت كيبان لنا كيفاش الانسان كيقدر يبرر العنف ديالو والشر ديالو وهو مازال كيشوف راسو عادي وما دار والو، وكاع دوك الافعال ديالو مبرره وما فيها حتى شي مشكل، وكلشي كيتكتشف تدريجيا حتى الراوي كيبدا يبان ليه راسو انه شخص مريض نفسيا ما واعيش بالاذى اللي كيديروا الزوجه ديالو. عمل قصير جدا ولكن قوي بزاف من ناحيه تحليل النفس البشريه. التقييم ديالي 9/10. من بعد كاين واحد من اشهر اعمال دوستويفسكي، مذكرات من تحت الارض. هذا العمل كيمثل بدايه الشخصيه اللي غتولي رمز في الادب، الرجل تحت الارض. الروايه كناخذوها من منظور ديال واحد الشخص، الراوي اللي هو واحد الشخص كيعترف انه مريض نفسيا وحاقد وكيكره المجتمع والناس وكيكره حتى راسو. والفكره الرئيسيه هي الصراع بين العقل والرغبه، والانسان باغي يكون منطقي ولكن في الحقيقه كيتحكم فيه الاحساس بالغرور والكره. الجزء الاول من الروايه فلسفي بزاف، فيه نقد لفكرة أن الإنسان دايما كيتبع غير المصلحة ديالو، والجزء الثاني فيه قصص قصيرة كتبين كيفاش هذا الراوي كيدمر العلاقات ديالو مع الناس بسبب الغرور ديالو والضعف ديالو الداخلي. هذا الكتاب كيأثر بزاف على القارئ حيت كيجبرك تطلع على الجانب المظلم من شخصيتك وتشوف واش انت كتفسد العلاقات ديالك مع الناس بسبب الأنانية ديالك والغرور والضعف ديالك، وكيخليك تعاود تقيم كيفاش كتعامل مع الناس وشنو كتاخذ وكتعطي في العلاقات. التقييم ديال العمل 9/10. من بعد كاينه روايتي المفضله الجريمه والعقاب، The Crime and Punishment، اللي كنعتبرها اعظم عمل ادبي في تاريخ البشريه واكثر روايه بانت فيها العبقريه ديال دوستويفسكي. واللي بغى يعرف عليه اكثر يشوف الفيديو اللي درت على دوستويفسكي واللي شرحت فيه علاش هذه الروايه كتمثل مدرسه في التحليل النفسي للشخصيات. القصه ديالها معروفه، الشاب روديون راسكولينيكوف غير ارتكب جريمه والعقاب ديالها ما غاديش يكون السجن بل الضغوطات النفسيه اللي كيعيشها روديا، وهو كيحاول يشرح لراسو ان الجريمه ديالو منطقيه وكتخدم المجتمع، لكن الثقل ديال هذه الفعله ديالو خلاتو يعيش في عقاب مستمر مع راسو. كيف ما قلت اللي بغى يعرف على اكثر يشوف الفيديو ديالي اللي درت على دوستويفسكي. هذه هي الروايه ديالي المفضله وسط اكثر من 250 روايه اللي قريت، والتقييم ديالها 10/10. الرواية الأخيرة اللي هي واحدة من أعظم الروايات وقريبة جدا من الجريمة والعقاب، ممكن تكون كتفوق عليها في جوانب، غير أنا كنفضل الجريمة والعقاب اللي هي رواية الإخوة كارامازوف. حتى الرواية دويت عليها في الفيديو ديال دوستويفسكي وشرحت علاش هذا السيد هو الماستر ديال الحوارات والنقاشات بين الشخصيات، وكيفاش كيخلي هاد النقاشات والحوارات تعكس الشخصية وكيخليك تحاول تفهم المنظور ديالها. وهذا الأب اللي سميتو فيودور كارامازوف على ما أعتقد غادي توفى، والمتهمين بالجريمة
الكريمه ديالو وهما اولاده، وكل ولد عنده شخصيته وكل ولد عنده دوافع باش تقدر تقول انه الفاعل. مزيج من التحقيق والدراما العائليه والعمق النفسي في هذا الوسط العائلي المدمر والمرتبك. الاخوه كرامازوف واحده من اعظم الروايات اللي تقدر تقرا، كتستحق 10 على 10. طبعا كاينين بزاف الروايات اللي نقدر ندوي عليهم ولكن للاسف ما كملتهمش، بحال روايه الابله اللي قريت فيها بزاف شي عامين هذه ولكن ما كملتهاش، وتا هي درتها في الفيديو ديال دوستويفسكي. وكاين روايه المراهق اللي كنقرا فيها دابا وممكن ندير عليها شي فيديو في المستقبل. المهم الا عجبك الفيديو ما تنساش لايك، اشتراك في القناه وتعليق بالروايات اللي قريت لدوستويفسكي وشنو بغيتو في الفيديوهات الجايه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.